تعالوا كده معايا، ازيكم حبايبي؟ تعالوا معايا بقى عشاق الشوكولاته والكيك بالشوكولاته. شو جمال والحلاوه، شفتوا الكيكه معانا هشه وطريه وجميله. بصوا الحلاوه والجمال، بصوا كيكه هشه وجميله ازاي. بصي يلا حبايب قلبي ادخلوا على الفيديو. شفت الكيك بتاعنا جميل وهش ازاي؟ ادخلوا يلا على الفيديو وشوفوا عملنا الكيكه الجميله دي ازاي. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لاختكم مؤية، ويلا على الفيديو. تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تحطوا اللايك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير على كل حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كده روتين خفيف كده، وهنعمل ايه؟ كيكه الكيكه العاديه خالص، كيكه بالشوكولاته لكل عشاق الشوكولاته لاولادنا وحبايبنا. يلا حبايب قلبي، الاول مره يشوف ما اشتركش في القناه بسرعه بسرعه ينزل على كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو ويشترك في القناه وينورني كده ويكتب لي كومنت حلو ويقول لي ان هو اشترك عندي. وما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديوهات اللي بنزلها اول باول. ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت حلو لام ايه عشان تشجعوها. يلا بينا بقى نشوف ايه مكوناتنا. ايه سهله وبسيطه بس مش قوي، بس يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. اول حاجه هنا هنعمل صوص الشوكولاته بتاعنا. معايا هنا حبيب قلبي بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا هنا كوبايه من الحليب او كوبايه من اللبن، ومعايا كوبايه من السكر، ومعايا هنا كوبايه من الكاكاو. تمام. وهاخد كمان معلقه كبيره زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. ومعايا هنا كوبايه من الزيت صغيره، اي زيت بقى بتستخدميه بس نفضل زيت يكون نضيف. تمام. واخد كمان شويه من الزيت. تمام كده. هضربهم كويس جدا في الشفشق وهرجع لكم. انا هنا حبايبي ضربتها بقى كده ايه ازاي ما شاء الله. هرفعها على النار بس 5 دقايق. تمام كده. واحط فيها مكعب من الشوكولاته وارجع لكم تاني. هنعمل مع بعض الكيكه بتاعتنا سهله جدا. تمام. هنا معايا هنا حبايب قلبي كوبايتين من الدقيق. تمام. ونخلهم كويس جدا. كوبايتين هتعملي كل المعيار بتاعك بكوبايه واحده. انا عيرت كوبايتين دي بالكوبايه دي. تمام كده. يبقى معايا هنا كوبايتين من الدقيق. طبعا بتنخليهم مرتين 3 كده. اهم حاجه تنخلي الدقيق بتاعك كويس جدا. بصي اهو نضيف الدقيق بتاعنا نضيف. بصي بس اهم حاجه تنخلي الدقيق بتاعك كويس. تمام كده. هحط عليهم معلقه من الشوكولاته. بصوا اهي وهنخلها برده. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان معلقه كده. تمام. برده هنخلها. بسم الله. تمام. ومعايا هنا كيك شيف. معايا ده معلقه صغيره. وبرده هنا اهو. تمام. كيك شيف بقى كيس بيكنج باودر اللي متوفر عندك المتاح هاتيه. بصي اهو. تمام كده. هنحط ده على جنب. وهنقلب بقى الدقيق الشوكولاته بتاعنا. وطبعا هنحط ذره ملح صغيره. كده ايه حبيتين بين صوابعك ما تكتريش. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده الدقيق والكاكاو بتاعنا هنقله على جنب. تمام. هننزل عليهم على طول باللي هو الباكو الفانيليا. اهو معايا هنا فانيليا. تمام كده. هضربهم كويس جدا. وبعد كده ايه هنزل عليهم بكوبايه اللبن. ضربت هنا البيض بتاعنا اهو. حط البيض بتاعنا. هنزل على طول بكوبايه اللبن. طبعا اللبن برضو بدرجه حراره الغرفه. تمام كده. وهنزل كمان بكوبايه من الزيت. تمام كده. وهنزل كمان بكوبايه من السكر كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كوبايتين الدقيق ليهم كوبايه من الزيت وكوبايه سكر كبيره وكمان كوبايه من اللبن. بسم الله. لو انت حباها تكون مسكره شويه انت ممكن تضيفي لها ايه كمان معلقه صغيره كده على الكوبايه بتاعتك. تمام.
زي ما حضراتكم شايفين كده. هننزل برضه ايه السكر كده، ما نخليش حاجه في الكوبايه بتاعتنا. بصي اهم حاجه في الاسباتيلا دي ان هي بتمسح لك الحاجه من نفسها. تمام كده. بعد كده هنعمل ايه معايا؟ هنجيب معلقه من الخل كبيره. تمام كده. بقى ايه كوبايتين الدقيق، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو. تمام كده. 3 بيضات، عليهم كيس من الفانيليا او معلقه فانيليا، وكوبايه من اللبن، وكوبايه من السكر، وكمان كوبايه من الزيت، ومعلقه كبيره من الخل. تمام كده. هنضربهم كويس جدا في الخلاط وهرجع لكم تاني. هنا بقى يا حبايب قلبي اهوت الدقيق بتاعنا تمام، والخليط بتاعنا ضربناه كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بقى في اتجاه واحد كده واقلب الخليط كويس جدا. بسم الله. يلا يا حبايب قلبي كده، ما تبخليش علاقتك كده باللايك، وانت كمان ما تبخلش عليا باللايك كده. كومنت حلو ولايك كده من ايديك حلو وكومنت. تمام. يلا يا حبايب قلبي كده، اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد ان شاء الله. قلبي بقى الخليط بتاعك. بصي اهو، بتجيبي طبعا صينيه مع ايه، اتاكد ان كل الخليط اتقلب معايا. تمام كده. تمام. عشان تتاكدي ان الخليط كله بقى تمام معاكي، بتجيبي الاسباتيلا بتاعتك ومن تحت كده لفوق بتنزلي عليه. معانا الصينيه اللي هحطها في الفرن طبعا فيها معلقه من السمنه. ثانيه واحده بس اجيب الفرشه. بتدهني الصينيه بتاعتك كده كويس، او القالب اللي هتحطي فيه الكيس بتاعك. تمام كده. من كل النواحي معلقه سمنه، معلقه زبده، شويه زيت. تمام. حابه تبهريها بدقيق انت وراحتك. تمام اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل بالخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن بتاعك بتسخنيه جدا جدا وبيبقى سخن، وبتنزلي بالكيك الجميل بتاعنا فيه. يقعد من تلت ساعة لنص ساعة. ما بتفتحيش عليه الفرن غير بعد تلت ساعة وبتشوفيه. تمام. تعالوا بقى نشوف الشوكولاتة بتاعنا، صوص الشوكولاتة وجماله. بصوا نجيب بقى الاسباتيلا بتاعتنا. المنقذ الوحيد للتوفير هي الاسباتيلا دي. تمسحي بقى ايه الحاجة كويس خالص كده، متخليش فيها اي حاجة. بصي صوص الشوكولاتة معانا تقيل وزي العسل. بصوا ما شاء الله. بصوا هنطلع بقى ايه عند الفرن الجميل بتاعنا وهرجع لكم تاني. متنسوش اللايك. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي. الكيك بتاعنا ما شاء الله. شوفوا الكيك عامل ازاي. اتفضلوا. بصوا جميله ازاي. اهي بتختبريها. خدت معايا 45 دقيقه في الفرن. بصي اهي بتختبريها كده بخله او ببوز السكينه. لو لقيتيها كده طالعه معاكي نظيفه زي ما حضراتكم شايفين، اعرفي ان الكيك بتاعك ناجح وجميل. لو لقيتيها لسه فيها عجين من جوه، اعرفي ان لسه شويه. تمام. طبعا هنسيب الكيك بتاعنا يبرد تماما، وبعد كده هنزينه بصوص الشوكولاته اللي معانا. تمام. هنسيبها لما تبرد وارجع لكم تستنوني. هنا يا حبايب قلب الكيك بتاعنا انا سبتها تهدى شويه، بس ما بردتش قوي. انت لو سبتها تاني يوم وزينتيها بتبقى طبعا افضل واحسن بكتير بكتير، بس بصراحه اولادي مش صابرين عليها. تمام. فانا بقى ايه هزينها كده بالشوكولاته اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي بقى عليها كده بالشوكولاته، تغرقيها بقى كده
مقشر الشوكولاته. تمام، زي ما قلت لكم اصبروا عليها لما تبرد خالص وتهدى. تمام، عشان مفيش واحده تعملها وهي سخنه هتبوظ منك. انا سبتها بس لما ايه يعني هديت شويه، لان ولادي بصراحه يعني مش عايزه اقول لكم بيحبوها جدا. الكيك بتاعنا هش وجميل جدا. بصوا مش عاوزه اقول لكم، بس زي ما قلت لكم خلي الكيكه بتاعتك تبرد على الاخر. تمام، عشان كل ما الكيكه تبقى بارده تبقى متماسكه معاكي وتعرفي تتحكمي فيها كويس. انما انا سبتها بس هديت شويه خلاص، عشان مفيش حد يعملها ويقول لي ان هو حط الشوكولاته عليها وهي سخنه. لا، سيبيها تبرد خالص وتهدى خالص عشان تبقى متماسكه معاكي. تمام، انا بقول لك عن معلومه وانتي تعمليها مش اكتر. تمام، خلاص كده. زيني بقى الشوكولاته بتاعتك بقى، تحطيها كده على الحافي داير ما يدور يعني وكده. زينيها بقى باي حاجه بقى. تمام كده. تمام كده يا حبايبي. تمام تمام. بتزينيها بقى التزيينه اللي انت حباها زينيها. تمام كده. معايا بقى شوكولاته كده ايه بشراها، مش عاملاها يعني منعماها كده. طبعا هو ده المتوفر عندي حاليا يعني. بتزينها بقى التزيين اللي انت حباه، اي تزيين عندك حابه تزينيها بيه زينيها بيه. هنسيبها تهدى شويه من السخونيه اللي فيها ونرجع نقطعها تاني مع بعض. شوفوا بقى يا حبايبي، شوفوا الحلاوه والجمال. شوفوا الكيكه بتاعتنا هشه وطريه وجميله وحلوه. بصوا وغرقانه بصوص الشوكولاته. بصوا حاجه كده جميله جدا جدا. اعمليها لاولادك وفرحيهم. بصي ومن كوبايتين بس عملنا ما شاء الله الكميه اللي حضراتكم شايفينها دي. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب لما اشوفكم على خير في يوم جديد وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.